سعودي عطى شنطة أمانة لواحد سوداني وبه مبلغ 300 ألف ريال، لأنه بيدخل غرفة العمليات وبياخذه بعد العملية. يوم جاء عند السوداني لقى سوداني ماخذ المبلغ ومسافر يم السودان. واحد من جدة موفقه والله ومبارك له براتبه على العمل والطريقة اللي يسوي براتبه. كان يقسم راتبه على 3 أقسام. ثلث من الراتب كان مصاريف البيت، والثلث الثاني كان يتصدق به بدون ما حد يدريبه، والثلث الأخير من راتبه كان عنده شنطة صغيرة ويجمع بهالشنطة هذه مبلغ يدخره لظروف الحياة ما يدري ايش يصير، وكان يحط الشنطة داخل الدولاب بدون ما تدري زوجته، لأنه يخاف زوجته تدري بالموضوع أو شيء ثم تاخذ ولا سوينا مشروع، فما حب يعلم أحد، يقول الدنيا وأحوالها. المهم أنه الشخص هذا اللي من هالجدة كان في محل مو بعيد عن بيته، محل سباكة وكهرب، وكان المحاسب داخل المحل هذا واحد سوداني. تعرف على السوداني مع الوقت. المهم انه سأل السوداني كم راتبك؟ طبعا السالفة هذه قديمة. قال راتبي 700 ريال. يقول راعي جدة هذا يقول لاحظت ان في مبالغ واجد تدخل بالمحل هذا، فقلت السوداني 700 ريال ما هي شيء، ليش ما تاخذ لك 100 و200 بيشوف ايش يقولوا. قال لا والله لو كفيلي ما شافن الله يشوفن، لا والله حرام ما اخذ. طبعا اعجب بشخصية وامانة السوداني، وبدا يروح مع السوداني لشقتهم، او بعض الناس يسمى العزبة، وتعرف على السودانيين اخوياه واللي موجودين بهالشقة هذه، وصار صديق لهم السعودي، كل ما هذا يتغدى عندهم ويتعشى عندهم. وراحت السنين وجاء يوم من الايام تعب السعودي هذا وراح المستشفى وقالوا له عندك مشكلة بالقلب، اما الصمام او الشريان يحتاج تغيير. الان هو يفكر بالشنطة والمبلغ اللي يجمعه، فراح يوم فتح الشنطة وحسب المبلغ اللي يجمعه السنين هذه كلها طلع 300 ألف ريال. طبعا الحين هو فكر، قال الحين أنا الشنطة هذه لو دخلت غرفة العمليات لا قدر الله صار شيء بالبيت مثل حريق ولا شيء ولا أحد طب البيت وسرق، فأنا ما ودي إني أعطيها المرأة، أخاف تلعب فلوس. فكر بالسوداني، قال بعطيها السوداني طبعا النبي يسميه جعفر، قال بعطيه جعفر يخلي عنده الفترة هذه لما أطلع من غرفة العمليات. فعلا اتجه يم السوداني جعفر وجاء وقال أنا عندي مبلغ حاطه بشنطة 300 ألف ريال وبيك تخلي عندك أمانة لما أطلع إن شاء الله من غرفة العمليات وأجي. قال له السوداني لا والله لا كنت تحرجني وما أقدر، هذه أمانة صعبة ما أقدر عليها، لكن روح ود المبلغ هذا حطه بالبنك. قال لا البنوك ما أنا واثق بالبنك، بالعكس أنا أبيك أنت تخلي عندك وأنت أمين وصادق. المهم أنه أحرج وأقنع السوداني، قال السوداني خلاص، وياخذ ورقة السوداني ويكتب بياناته، طبعا بياناته بالسودان كتب اسمه كامل والمدينة هناك والحي جميع التفاصيل، حتى كتب اسم أحد أخوانه الموجودين بالسودان. قال للسعودي الدنيا حياة تموت بعد، يمكن أن لا يصير لا قدر أي شيء يكون يعرفون الناس أن المبلغ هذا لك. طبعا جعفر أخذ الشنطة الأمانة هذا خلاها عنده، والسعودي طبعا راح المستشفى ودخل غرفة العمليات ونجحت الحمد لله عمليته، ولكنه جلس طبعا بعد العملية بالمستشفى تقريبا 20 يوم. بعدها طلع بيته وخذ بعدها طبعا بالبيت فترة لما عاد تماثل الشفاء. الآن راح وين؟ راح للمحل السوداني عشان ياخذ منه الشنطة الأمانة هذه يرجع وين؟ يرجع عنده بالبيت. يوم دخل محل جعفر اللي هو السباكة والكهرب ما حصل جعفر، سأل عنه، سأل العمال الموجودين، قال وين جعفر؟ قالوا جعفر بفترة ما جاء أصلا هنا، جعفر مسافر للسودان. قال شلون؟ قال سافر للسودان. المهم السعودي هذا لا تلومونه، يعني مبلغ 300 ألف ريال وراحت كذا، فاتجه على طول للشقة، شقة السودانيين، وهم ما يجتمعون بالليل. جاء العصر ما لقى أحد به، وانتظرهم المغرب إلى ما جاء الليل، لا السودانيين مجتمعين. دخل عليهم سأل عن جعفر، جعفر وينه؟ قالوا جعفر سافر السودان. وش عنده سافر؟ طيب قال أبوه توفى، ما عندك خبر؟ قال لا ما عندي خبر. قال سافر السودان وأبوه متوفي هنا انجى. قال طيب في شنطة، ما قال لك في شنطة هنا؟ الحين بدأ يعلم هو. قال والله ما في شيء، دور بالشقة ما لقوا لا شنطة ولا شيء إلا صار جعفر. هنا بدأ يلوم نفسه، يقول أنا ليه ما حطيت المبلغ بالبنك؟ ليه ما حطيته مكانه بالدولاب؟
انا معطي السوداني وشوره، بس انه راحت خلاص مثل ما يقولون زرقت، على طول راح وحجز. واتجه وين؟ اتجه للسودان.